الفيلم ده هو رحلتي من هل الفيلم له لازمة لإيه الجمال اللي أنا شفته ده، وده هيخليني أقول لك يا مساء الجمال يا حبيب أخوك عامل إيه؟ نرد أفلام، والنهاردة جاي أكلمك عن فيلم ديفل ويرز برادا الجزء الثاني بدون حرق طبعا، والفيلم بيعرض في السينمات حاليا. الفيلم راجع لنا بجزء تاني بعد الجزء الأول الأيقوني ب20 سنة، وراجع لنا بنفس أبطاله الأربعة وبنفس الروح بتاعته. وحيث إن الفيلم عن الفاشن وأنت عمرك ما شفت عمو نرد أفلام غير بالتيشيرت الأسود بتاعه، فأنا قررت إن أنا ألبس الخاتم الفيرزاتشي بتاعي والسلسلة الأرماني عشان اللكجيريوس والحاجات الحلوة اللي أنت عارفها دي. وفي عصر مليء بالبطولات النسائية الزائفة اللي كلها أجندات، احنا بنشوف فيلم ابطاله 4 منهم 3 ستات، والفيلم ما فيهوش اي نوع من انواع الاجندات، والممثلات ال3 شاطرين. فياريت يعني لو صناع السينما يتعلموا ازاي يعملوا فيلم بطولة نسائية وما يكونش فيه اي اجندات ويطلع حلو. قصة فيلمنا بقى بدون حرق بتحصل بعد 20 سنة من الجزء الاول، واللي فيه ميراندا بريسلي لسه رئيسة رانواي، ورانواي ما بقتش مجلة خلاص في عصر الديجيتال، وايميلي بقت في منصب كبير في ديور، واندي بقت صحفية كبيرة، واندي بتجتمع بميراندا بعد ظهور فضيحة كبيرة لميراندا، واندي بتحاول تنقذ ميراندا من خلال الصحافة. وفي رحلة اندي وميراندا خطوطهم هتتقاطع مع ايميلي كالعادة في عالم الفاشن. من الحاجات اللي ميزت الجزء الأول هو النهاية المفتوحة لأبطالنا، وده اللي ساب الفرصة للتطور اللي بنشوفه بعد 20 سنة. ومش بس أبطالنا اللي اتغيروا، وعالم الموضة كمان اتغير مع تغير الزمن. والفيلم تحديدا زي ما بيناقش تحول كل حاجة لديجيتال، وهو بيناقش جنريشن زد في سوق العمل، وإننا بقينا بنركز في كل حاجة ومش كل حاجة ينفع تتقال، ولا المدير دلوقتي بقى يقدر يعمل أي حاجة معانا. والتغييرات بتاعت الأجيال دي بتنعكس بشكل جميل على الفيلم. كمان من ضمن الحاجات اللي عجبتني في الفيلم انه مش بس بيناقش جين زي في سوق العمل، هو كمان بيتناول فكرة اننا حاليا بقينا بنفرغ اي حاجة من روحها، وكمان بيناقش فكرة انهيار الصحافة في عصر الديجيتال. يمكن اكبر واهم انعكاس لجين زي في الفيلم كان على ميراندا بريسلي شخصيا، اللي ما بقتش قادرة تعمل حاجات كانت بتعملها في الجزء الاول من 20 سنة. في الفيلم اظهروا عمر ميريل ستريب الحقيقي واللي هو 77 سنة، عشان يبينوا انه بجد جوه الفيلم عدى 20 سنة حرفيا. بما اننا بنتكلم عن الممثلين، فآن هاثاواي في الفيلم كانت اكتر من رائعة. شطارتها في انها حسستنا ان دي نفس الروح بتاعت اندي اللي احنا شفناها من 20 سنة. وستانلي توتشي اللي قبل ما اشوف الجزء ده كنت بتساءل هل الشخصية اللي هو بيمثلها واللي اسمها نايجل هتنتقم من ميراندا على اللي عملته فيه في باريس من 20 سنة ولا لا. الفيلم جاوبني بطريقة اكتر من رائعة، وعلى عكس الرضا اللي حسيته مع شخصية ستانلي توتشي، فده هيودينا لاكبر علامة استفهام في الفيلم، وهي إيميلي بلانت، اللي برغم ان تمثيلها كويس وكمان جزء كبير من حبكة الفيلم الرئيسية قايم عليها، الا ان تأثيرها وحضورها تحسه كان ضعيف برغم وجود مشاهد كتيرة ليها. وبصراحة يعني انا كنت مستني اكتر من إيميلي بلانت. وحيث ان الاربع ابطال بتوعنا لسه موجودين، فالمخرج وكاتبة الفيلم بتوع الجزء الاول هم بتوع الجزء الثاني، وده خلينا نتكلم اكتر عن فايبس الفيلم. الفايبس في فيلمنا كانت اكتر من جميله. يعني لو الجزء اللي اتعرض في 2006 كان مناسب للجيل وللناس بتاعت وقتها، فالجزء الثاني بيخاطب الجيل الصغير اللي هو احنا، وفي نفس الوقت ما نساش الجيل الكبير اللي شاف اول جزء من 20 سنه. ففكره انك تخاطب جيلين مختلفين، سن صغير وسن كبير، ويطلع في الاخر الفيلم حلو، دي بالنسبه لي قمه الصياعه في الكتابه. وكان لازم طبعا في الفيلم شويه نوستالجيا كده، بس الاجمل ان الفيلم بيمثل سقوط امبراطوريه ميراندا بريسلي بكل الجبروت اللي هي كانت فيه. خلينا بقى نتكلم عن الفيلم بصريا، لان دي اقوى واروش حاجه في الفيلم. الفيلم ده فيه فاشن شوز اكتر بكتير من الجزء الاول، وانت بتشوف الجزء ده هتحس ان الفيلم كل شويه ياخدك من ايدك يوديك فاشن شو جديد، وده خلق تنوع كبير في الالوان والسينماتوجرافي، واهم من كده في الهدوم كمان. واغلب احداث الفيلم بتحصل في ايطاليا، فاحنا جوه الموضه نفسها. وعايزك تفتكر ان اغلب الفيلم اتصور في ايطاليا عشان هنعوز المعلومه دي كمان شويه. الجزء الاول السينماتوجرافي فيه كانت جميله، اما الجزء الثاني فالسينماتوجرافي فيه مبهره بصريا بالنسبه لي، وافضل على مستوى الكادرات والاماكن. والفيلم على مستوى الساوند تراكس والاغاني مفيش حاجه تقدر توصفها غير ان ايه الحلاوه دي. المزيكا طول الفيلم مماتشه الفايب بتاع الاحداث، وليدي جاجا غنت كذا اغنيه للفيلم، يمكن اكتر واحده عجبتني هي اغنيه رانواي. وكمان ليدي جاجا كان ليها كاميو في الفيلم وظهرت شخصيا وغنت اغنيه شيب اوف وومن، وعملت بيرفورمانس رائع. هي
هي كان المفروض تظهر في الفيلم تغني وتعمل بيرفورمانس وبس. بس صناع الفيلم قرروا ان هم يعملوا كلاش بين ليدي جاجا وميراندا بريسلي عشان يخلقوا بينهم تنشن، والمشهد اللي يعملوه مع بعض كان فعلا حلو. الفيلم زي الجزء الاول كان فيه كاميوز كتيره لشخصيات مشهوره في الموندو دي لا مودا. شفت عمو نرد افلام وهو بيتكلم ايطالي زي دوناتيلا فيرزاتشي واشلي جراهام. وعلى ذكر بقى الايطالي، من شويه قلت لك ان اغلب الفيلم احداثه بتحصل في ايطاليا. في شابتر معين من شباتر الفيلم بيحصل فيه حفله عشاء في القاعه اللي فيها جداريه العشاء الاخير في دير سانتا ماريا دي جراتسي، وتحت الجداريه دي هيتصور واحد من اجمل مشاهد الفيلم، واللي فيه ميراندا هتتكلم عن الخيانه اللي هي هتتعرض لها في مونولوج رائع من ميريل ستريب، وفي اشاره اروع للجداريه اللي وراها واللي كان فيها السيد المسيح عارف ان يهوذا هو اللي هيخونه. وبالنسبه لي انا احط المشهد ده كواحد من افضل مشاهد الفيلم او افضله. والجزء الثاني ما يقلش عن الجزء الاول في اي حاجه، وفي بلوت تويست في اخر الفيلم زي الجزء الاول. هي مش بقوه ولا بصدمه البلوت بتاعت الجزء الاول، بس في بلوت حلو. وعلى عكس الجزء الاول اللي ساب مصير ابطالنا مفتوح، فالجزء الثاني قدم لنا كلوجر حتى ولو جزئيه لابطالنا. انا بصراحه حبيت النهايه. وبعد التقييم هرشح لك 5 افلام تشوفهم لو عجبك الفيلم ده. وتقييمي لفيلم ديفل ويرز برادا الجزء الثاني هو 7.5 من 10. فيلم مسلي وعجبني جدا، وقطعا هو ريكومندد للمشاهده، بس طبعا لازم تكون شفت الجزء الاول. ودلوقتي خليني اقول لك على 5 افلام تشوفهم لو عجبك الجزئين بتوع فيلم ديفل ويرز برادا، وهتلاقيني حاطط لك البوسترات بتاعت الافلام جنبي هنا. واول فيلم معانا هو هاوس اوف جوتشي، وتاني فيلم هو فانتوم ثريد، وتالت فيلم هو دي انتر، والرابع هو كرويلا، وخامس فيلم والاخير هو اوشنز 8. وشكرا على المشاهده يا حبيب اخوك، اتمنى تكون استمتعت. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا ابني.